السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أفضل الأحوال إن شاء الله وتكونوا على خير وبخير. وهذا الفيديو الثاني اللي غادي نحط لكم البنات من بعد هذه الغيبة الطويلة. فعلا ما شاركش معكم بزاف ديال الحويجات. هذا الفيديو هذا راه كان قبل من رمضان، ولكن قلت نشارك معكم هذه الفيديوهات اللي تصورات جزء منها فقط. هنا البنات راه كما تتشوفوا هذا راه كوموند ديال الصفوف او الزميتة المكنسية اللي تتجي على حقها وطريقها البنات. صفوف اللي ما شاء الله تبارك الرحمن تتجي مقومة ورائعة. المهم البنات ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقة، طريقة اقتصادية وتبارك الله. هاد الكمية هادي عطاتني 6 كيلو ونص اللي كلها مشات للناس اللي طالبينها مني. وغنبداو على بركة الله بالطريقة. هنا كما تشوفوا البنات عندي كيلو ونص ديال اللوز اللي مسحتها مزيان كما تشوفوا بشي فوطه اللي تكون شويه فازقه. ما تغسلوش، يستحسن ما تغسلوش اللوز او لما تكونش فازقه ماشي مشكل. المهم هو ان اللوز تمسحوه على هذه الطريقه. هانتوما راه تيتحيد منه كل شيء. وغادي ان شاء الله نديرو في واحد الصينيه كبيره، وغادي ندهنوه بمعلقه ديال الزيت، وغادي ندخلو الفرن على هذه الطريقه هذه. المهم تنبقى تنلبسو في هذه المعلقه ديال الزيت كله وتندخلوه في الفران مهيله العافيه. ومن بعد تناخذ الجنجلان اللي عندي هنا 2 ديال الكيلو، حتى هي نفس ديال الطريقه. الجنجلان راه مغسول ومنقي مزيان، حتى هو تلبسو بواحد المعلقه ديال الزيت بلديه فقط، ما تنزيدش على هاد المعلقه هادي. وتلبسو حتى هو في ديك الزويته على هاد الطريقه هادي. المهم انا راه درت النصف هنا والنصف اخر درتو في الكوكوط باش نسالي دغيا وعلى عافيه مهيله. حتى هو غادي ندخلو مع داك اللوز. ومن بعد تنجي لهنايا الكاوكاو اللي عندي حتى هو كيلو ديال الكاوكاو اللي ضروري انكم البنات تنقيوه. تيكون فيه ديك الحبه الميته، تكون ديك الحبه مسوسه. ضروري البنات من انكم تنقيوه مزيان. المهم البنات انا حبيت انني نشارك معكم الفيديو الثاني من بعد ما شاركت معكم الشباكيه، واخا ماشي وقتها، ولكن قلت نحطهم وصافي. هادشي اللي كاين نشارك معكم شنو درت هنا. راه على عافيه مهيله. الا كان الفران عندك خاوي راكي غادي ديري فيه، ما كانش غادي ديري بحالي هكذا. فتتبقاي مقابله البنات بالتحرك، ما تمليش نهائيا باش توصلوا العافيه كله ويطيب، ما يبقاش من الداخل يتحمر لكم على برا ومن الداخل تيبقى يعني تيبقى رطب بحال اللي فازك. وبالنسبه للجنجلان الكميه الاولى راها في الفران كبيره كما قلت لكم 2 كيلو ديال الجنجلان. وهذه حتى هي تنبقى على هاد الطريقه. ما تنحبش يدي البنات من التحراك، نظرا واخا تكون البوطه مهيله باش ما يتحرقلكش نهائيا. من بعد ما كل شيء وجدته هنايا غادي نقبط هاد الكاوكاو البلدي الصغيور، غادي نبقى نقشرو هكايا وغادي نقصلو من ديك القشور ديالو باش ما يجيش مر. هنا راني قسمت المكونات كلها، حيت هاد المكونات كلها البنات غادي نطحنها. اللوز كما تشوفوا هنا خديت زلافه اللارب اللي غادي غير غنفتفتها، وزلافه واحده اخرى اللي غادي نسلقها ونشفو ونقليه عاد عاوتاني نطحنو. والقرفه كما تشوفوا البنات. وهنا القرفه كلشي النافع البلدي، حبة حلاوه المسكه، الكوزه، كلشي البنات غادي نديرو في واحد السطل وغادي نديه. بالنسبه للدقيقه البنات حمرته في الزنقه في الفران ديال الزنقه، فران بلدي تيولي على هذا اللون هذا. غادي ان شاء الله نغربلوه وعاد نضيف عليه هاد المكونات كلها وغادي نديه على برا باش يتطحن. بديت على بركه الله، درت المكونات ديالي
هاد الجنجلانه البنات خديت منه زلافه اللي غير غنفتفتها وزلافه اللي غتبقى صحيحه، وحتى اللوز خديت منه زلافه مع مرش اللي حتى هو غادي غير ما غنطحنوش بزاف، غير شويه، وزلافه اللي غادي نقليه غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو. الكوزه حتى هي درتها هكاك حيت حتى توصلي عنده عاد يطحنها. بالنسبه للحلاوه في هاد الكميه كلها درت نص كيلو ديال سنيده. صافي البنات، هنايا داكشي اللي طحن ليا السيد على برا في الزنقه هو اللي لتحت، واللي الفوق هذاك راه اللوز مهرمش والجنجلان حتى هو مهرمش. غادي نخلط هاد المكونات هادي على هاد الشكل هذا. هنا راني خلطت البنات كلشي، وزدت دابا داك الجنجلان اللي صحيح كما تشوفوا. تنبقى تندلكها مزيان مزيان على هاد الطريقه هادي. هاد السفوف او الزميته المكنسيه راه ما فيهاش البنات الزيت بتاتا، من غير ديك المعلقه اللي لبست بها اللوز والجنجلان فقط، ما فيهاش الزيت نهائيا. وديك المعلقه اللي فيها راه كلشي بلديه. صافي ان شاء الله غادي نضيف حتى داك الجنجلان اللي حدايا. وهنايا راه كنت قليت اللوز طبعا، اللي سلقته درته في الماء طايب حتى غلا ورميته وخليته واحد الخمسة ديال الدقائق. حيت له القشره وخليته تنشف مزيان وقليته في الزيت بارده. صافي وغادي نضيفه في الاخر. هاد الجنجلان اللي زدت في الاخر غير باش يبقى باين حيت كلشي طحناه. ما تصوروش البنات هاد السفوف شحال جات لذيذه، والحلاوه جات فيها طبيعي، ماشي طبيعيه ولكن جات يعني متواتيه، ماشي حلوه ما تتوقف ما حتى شي حاجه. البنات عطيوها حقها في الدليك باش كلشي يدخل، واخا هي راها مطحونه ولكن داكشي اللي زدنا في الاخير ضروري ما خصنا ندخلوه في بعضياته. وبالنسبه للوز اللي قلت لكم مقليته هو راه زدتو البنات، وتا هو غنبقى ندير نفس العمليه ان شاء الله. وحتى الاخير حتى الاخير تحت الطلب ديال السيده اللي بغاها بالزبيده شويه الزبده، درت كاس صغير، كاس صغير البنات ديال اتاي، ماشي كاس العنبه، الكاس اللي صغير منه مذوب ديال الزبده. هنا راه كنت درتها كويس ديال الزبده، اللي طبعا ديك الزبده راها ما يعني ذوبتها حتى ولات نوازات عاد ضفتها. وهذه هي الزميته ديالنا اللي جات روعه في المذاق وروعه في الشكل وكل شيء. عطاتني 6 كيلو ونص البنات، تبارك الله. الدقيق ما درتوش فيها بزاف، الدقيق راه درت 2 كيلو ديال الطحين، كيلو حرش وكيلو ديال الزرع. هذا هو الطلب ديال السيده اللي طلبت مني الكوموند، والحمد لله كلها تباعت، جات زوينه البنات. هنا غادي نقطع واحد الطريف وغادي نذوق. فعلا فعلا جات روعه. نتمنى البنات هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم البنات، وما تنسونيش من لايك واشتراك باش تشجعوني نعاود نرجع ولو نحط غير فيديو واحد في الاسبوع. صافي انا حيت الفكره ديال انني غنربح من اليوتيوب او هذا، فقط غنبقى نشارك معكم بعض الحويجات. قلت نبدا بهادو اللي فاتوا تصوروا، علاش لا، واخا ماشي وقتهم. المهم نشاركهم معكم وصافي. هانتوما البنات شوفوا كي جات تبارك الله مقومه، والناس اللي ذاقوها تنقول مره اخرى راه حمقاتهم، عجباتهم. واللهم شنقول لكم البنات، الانسان ينوض يخدم على راسو، ما يبقاش ما نجحتيش اختي في اليوتيوب نوضي ديري حاجه اخرى تتعرفي لها. خلي الحاجه اللي ما تتعرفي لهاش وقوي نفسك باش الانسان اللي جالس خايب ما عنده ما يدير في الدار. بزاف د الحويجات اللي غنشارك معكم اللي وليت تندير ان شاء الله بحول الله. من صاوبت الكاطو، صاوبت بزاف بزاف المسمن، بزاف ديال الحوايج، البساطل، بزاف ديال الحويجات اللي ما تحتليش الفرصه اني نصورهم. كما قلت لكم ما بقاتش عندي رغبه ديال التصوير. هنا راه غير تحت الطلب ديال البنيته ديالي، ماما صوري بقى هذا الشيء،
فمن بعد ما قنعتني واحد الأخت بزاف، قبل من الفيديو اللي حطيت لكم ديال هذا، قررت نبدا نحط مرة وصافي.